السلام عليكم. جمبري بيتر فلاي كلنا بنحبه، واكيد في المطاعم بيكون تكلفته عالية. هنعمله في البيت بتكلفة قليلة وطعمه هيكون احلى واحلى. هنجيب الجمبري ويكون جنبه نبدأ نشيل الزوايد الموجودة فيه اللي هي الرجلين، وكمان هنشيل سلسلة الظهر، وبعدين هنفتحه بالسكينة او بالمقص ونشيل سلسلة الظهر او الكيس الرملي. هنكرر العملية كلها لحد لما نخلص الكمية. اهم حاجة ان الجمبري لازم يكون طازة وفريش. بعد كده لما نفتحه من سلسلة الظهر نبدأ نشيل منه الكيس الرملي، وبعدين نفتحه من الجنب. وعلشان هنعمل التتبيلة هننزل في بولة بحوالي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة مستردة، معلقتين زيت، عصير ليمون، وكمان هننزل بالتوابل، معلقة ملح ومعلقة بابريكا، وكمان معلقة من الفلفل الأسود. بعد كده ننزل على النار بحوالي طاسة ومعلقة كبيرة أو مكعب من الزبدة. نبدأ ننزل الجمبري على ظهره علشان يبدأ المسام يقفل وناخد منه الشكل الطبيعي بتاعه. بعد كده هنسيبه على نار متوسطة لحد لما تشرب السوائل بتاعته مع التتبيلة وياخد لون بتاعه. نبدأ نقلبه على الجهة التانية بس بعد 3 دقايق. بجد ريحته فظيعة جدا، الثوم مع المستردة مع عصير الليمون بجد ادى طعم حلو جدا. بعد كده بعد ما قلبناه خلاص 3 دقايق نبدأ نشيله علشان نعمل الصوص. بجد بيكون حلو جدا. هننزل في طاسة بعد ما نشيل الجمبري، في نفس الطاسة ننزل عليها بمكعب من الزبدة، كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وكمان فلفل أحمر أو فلفل أخضر يكون سبايسي، وهننزل عليه بالكريمة الطهي أو كريمة لباني، وهتاخد غلوة واحدة بس. وبعد كده هننزل عليها بالجمبري بالظبط، هناخد دقيقة واحدة وبعد كده هنقدمه. ولازم يتقدم سخن وعلى النار على طول مباشرة على صينية التقديم. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الشبت. الشبت بيودي أي حاجة في المأكولات البحرية حاجة تانية خالص. بعد كده نقدمه والصوص طبعا تحفة. وألف هنا وشفا على قلبكم. أشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.